المرعب اكتر ان الكلام ده مش مجرد نظريات على ورق، لان في سنة 2013 وتحديدا في متحف مانشستر ببريطانيا الكاميرات هناك رصدت تمثال أوشابتي مصر قديم وبيتحرك وبيلف حوالين نفسه 180 درجة، وكل ده وهو جوه فاترينا ازاز مقفولة تماما ومن غير ما حد يلمسه. والعلماء وقتها حاولوا يفسروا الموضوع ده وقالوا انه ممكن يكون حصل بسبب اهتزازات خطوات الزوار داخل المتحف. بس السؤال بقى، وهو ليه التمثال ده بالذات هو الوحيد اللي اتحرك؟ وليه بيلف في دايرة كاملة حوالين نفسه وكأنه بيأدي طقس معين؟ في بعثات أثرية حكت عن سماعهم لطنين خفيف بيسمعوه جاي من مخازن التماثيل في صمت وهدوء الليل، وكأن الماكينات القديمة لسه في وضع الاستعداد ومستنية صوت صاحبها اللي مات من آلاف السنين علشان تنفذ له الأمر الأخير.